قبل ما نستكمل باقي الانواع في نقطة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها عشان ما يضحكش علينا في البند بتاع الالموتال او في اختيار القطاع بتاعنا. وعلى عكس كتير من زمايلي اللي هم بيرشحوا القطاعات الالموتال وخصوصا الجامبو او التانجو، بس احنا بنرشح القطاع اللي هو اليو بي في سي، وده هنقول ليه دلوقتي. السلام عليكم ورحمة الله. أخباركم إيه؟ إن شاء الله تكونوا بأفضل حال. النهاردة معادنا مع فيديو جديد من السلسلة بتاعتنا، ولو أنت أول مرة تشوفني فأنا المهندس إسلام، وبقدم هنا محتوى عن الديكور والتشطيبات. واتكلمنا في مجموعة الفيديوهات اللي فاتت عن كل بنود التشطيب لحد لما وصلنا لبند مهم جدا وهو بند الألموتال. وخلينا نقول قبل ما نبدأ في البند بتاعنا بداية من بند أعمال السيراميك وبند الابواب وبند الالموتال، نخلي بالنا ان البنود ديت او الثلاث بنود دول من اهم واغلى بنود في تشطيب الشقه بتاعتك، بتعمل تقريبا 60 او 70% من تكلفه المقايسه بتاعتنا. فعشان كده لو لسه ما اتفرجتش على البنود ديت فاحنا شرحناها بشكل كويس ومبسط، فلو لسه ما اتفرجتش عليهم انصحك ان انت ترجع تتفرج عليهم. هنسيب لك اللينك في الديسكريبشن، وده عشان احنا شرحنا البند بداية ازاي هتختاره لحد لما تستلموا من الصنايعي بشكل مبسط جدا. ومعادنا النهاردة في بند مهم اللي هو بند الالموتال. وعشان ما يضحكش عليك في بند الالموتال لازم تبقى عارف شوية حاجات مهمة. أول حاجة أنواع الألموتال، وهنبدأ بالأنواع من أقل حاجة لحد أحسن حاجة، وهنقول في آخر الفيديو ترشيح لحاجة أو لقطاع إحنا بنفضله في المشاريع وفي الشغل بتاعنا. أول نوع هو قطاع السعد، والقطاع دوت بصراحة بيبقى رديء جدا وإحنا ما بنرشحوش خالص، بس بنقوله عشان تبقى عارف تفرق بينه وبين القطاعات التانية. وده بصراحة بيبقى شكله مميز ومعروف جدا، لان اللي بيظهر منه اللي هو البار الخارجي، وده بيبقى معروف اللي القطاع بتاعه اللي هو قطاع السعد. وسواء انت كنت بتشطب بيتك او حاجه تجاري وعايز تأجرها فبرضه ما بننصحش بالقطاع ده نهائي. وسبب ان احنا ما بنرشحش القطاع ده لان هو بيبقى خفيف جدا، ما بتحسش ان هو ألموتال اصلا، وده بيخلي لما بيركب بيبقى مع الفتح والقفل بيبوظ بسرعه، وكمان الاكسسوار بتاعه رديء جدا. فمهمة الشبابيك او الالموتال ان هو بيعزل الصوت نوعا ما وبيعزل التراب، وده ما بيعملش اي حاجة من الحاجات دي خالص، فعشان كده ما بنشتغلش بيه ولا بنرشحه لاي حد. قبل ما نستكمل باقي الانواع في نقطة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها عشان ما يضحكش علينا في البند بتاع الالموتال او في اختيار القطاع بتاعنا. نخلي بالنا ان الشركات اللي بتصنع الالموتال هي شركات محدودة مش كتيرة، سواء بقى شركة السلام او شركة الشريف علي حسن. فلازم ناخد بالنا ان اي ورشة او اي حد شغال في بند الالموتال هياخد من نفس المكان، فما بيكونش فيه تفاوت كبير في السعر. فلو حسينا مثلا ان في فرق بين الاسعار 500 جنيه مثلا او 1000 جنيه فده تفاوت كبير لو هو نفس القطاع، وبرضه ده مش معناه ان احنا ناخد السعر الاقل. فانا بنصح في بند الالموتال ان احنا نشوف حد احنا مجربينه او حد مرشحه لنا وهو جربه، لان بند الالموتال بيعتمد على ضمير الراجل اللي شغال، لان ممكن حد يوريك القطاع وتبقى مدور عليه ولقيته هو فعلا القطاع اللي انت عايزه، وبعد كده وهو شغال يجيب حاجة ارخص او حاجة ارضى ويشغلها وبعد كده يركبها لك، لان انت طبعا لا هتقطع الشباك بعد كده ولا هتوزنه لما يجي لك ويركبه. فعشان كده ارجع اقول تاني ان احنا في بند الالموتال بنشتغل مع حد ثقة او حد مرشحه او انا حد جربته وبعتمد عليه. تاني نوع من الانواع هو القطاع البي اس، والقطاع البي اس ده تابع لشركة السلام، فبيكون عندنا القطاع البي اس الصغير والقطاع البي اس الكبير. وطبعا واضح من الاسم ان الفرق بينهم في القطاع هو الثيكنس بتاع القطاع، او ممكن نقول العرض او شكل القطاع بيكون اكبر شوية، وده بيدي متانة او قوة للقطاع البي اس الكبير. بعد كده عندنا القطاع اللي هو الجامبو او التانجو، ودول قطاعات شركة الشريف علي حسن. ونفس الكلام، هو قطاع كبير وقطاع صغير. القطاع اللي هو اسمه التانجو ده القطاع الصغير بتاع الشريف علي حسن،
والقطاع الكبير اللي اسمه الجامبو. ونفس الكلام التانجو والجامبو، هو الفرق بينهم الثيكنس والوزن او المتانه والصلابه بتاعه القطاع. فاحنا لو بنرشح في الالموتال حاجه هنرشح هو القطاع الجامبو او التانجو، لان القطاعات دي بتكون العزل بتاعها للصوت احسن والمتانه بتاعتها اقوى من القطاعات اللي هي البي اس، وطبعا عزلها للتراب او الاكسسوار بتاع مانع الاتربه بيكون احسن شويه. وناخد بالنا من النقطه ديت، ان في ناس كتيره بعد ما بتتفق معاها على قطاع جامبو او تانجو ممكن بعد كده يجيب لك القطاع البي اس الصغير او البي اس الكبير على اساس ان هو جامبو او تانجو. فانت لما تروح الورشه بتاعته لازم يكون معاه او يوري لك الاربع قطاعات وتتفق معاه انا هستلم ايه او هشوف الشكل من بره عامل ازاي لو انا هختار القطاع التانجو او الجامبو. وزي ما انا قلت في الاول هبدا بكلامي بالارض للاحسن. نيجي لاخر حاجه واخر قطاع وهو اليو بي في سي، وده ما بيكونش الاموتال، وعلى عكس كتير من زمايلي اللي هم بيرشحوا القطاعات الالموتال وخصوصا الجامبو او التانجو، بس احنا بنرشح القطاع اللي هو اليو بي في سي، وده هنقول ليه دلوقتي. بس في الاول هنقول ان اليو بي في سي ده بيكون عباره عن بلاستيك بس معالج ومتصنع مخصوص عشان يركب للشبابيك، وده الميزه بتاعته. لو احنا جبنا قطاع كويس بيدي عزل صوت عالي جدا وعزل للتراب كويس بنسبه كبيره جدا. ولما بنيجي نقارنه في نفس الفئه السعريه، يعني لو انا هشتغل بقطاع بسعر 1000 جنيه بيديني قصاده في الالموتال قطاع بضعف السعر اللي هو مثلا ب 2000 او 2000 ونص كمان. وده بسبب ان الالموتال نفسه كخامه بتكون سعرها غالي، انما زي ما احنا قلنا اليو بي في سي ده عباره عن بلاستيك فسعره بيكون قليل، بس برضه بيدي شياكه وشكله بيكون حلو زي اللي احنا شايفينه ده، وكمان الفينش بتاعه بيطلع عالي والاكسسوار بتاعه بيكون شيك. فاحنا للاسباب دي كلها بنفضل القطاع اليو بي في سي ده. نيجي بقى لأهم حاجة وهي ازاي هستلم القطاع او الالموتال بتاعي. ونخلي بالنا ان احنا برضو الاستلام بيكون بسيط خالص، بس نركز على الحاجات دي لان البند ده زي ما احنا قلنا مكلف جدا. اول حاجة بستلمها بعد ما الشباك بتاعي يركب خالص، بستلم الزوايا بتاعة الشباك بتاعتي زي اللي احنا شايفينه كده، ويكون متقفل بشكل كويس، ونخلي الصنايعي يحط معجون بنفس اللون بتاع الالموتال. بعد ما استلم الزوايا بستلم الشباك نفسه او الضفه بتاعه الشباك، بفتح واقفل فيها كذا مره وبحاول اشوف ان المجرى بتاعتي او الضفه ماشيه معايا بشكل كويس وما بتجيش في النص مثلا ان هي تطلع او تنزل، وماشيه بشكل سلس تماما. ونفس الكلام في الابواب بتاعه البلكونات لان هي بتبقى كبيره، فلازم اتاكد ان هي بتفتح وتقفل كويس. وزي ما احنا قلنا ان لازم نختار صنايعي او ورشه كويسه مش بس امين، لانه وارد الصنايعي او الورشه دي تجيب لك فعلا القطاع زي ما انت اخترته، بس لما يجي يصنع او يركبه يستخدم اكسسوارات مش كويسه، فبالتالي تلاقي الفتح والقفل بتاع الباب، وخصوصا زي ما احنا قلنا باب البلكونات لان الباب بيبقى كبير بيفتح بصعوبة معاك ويكون صعب في الفتح والقفل. واخر حاجة بنبص على الاكسسوار نفسه اللي هي المقابض اللي راكبه معانا، وبنقفل الشباك كويس وبنقفل الترباس او اللوك بتاعنا، وبعدها احاول افتح الشباك واتاكد ان مفيش فراغ بينه وبين الحلق ومقفول مظبوط على الحلق كويس. وزي ما احنا قلنا ان احنا بنقول الاستلام بطريقه بسيطه ما فيهاش اي حاجه تكنيكال، عشان الناس كلها تعرف تستلم البند ده من الورشه او الصنايعي لما يجي يركب في الشقه وفي البيت بتاعه. ودي كده كانت اهم نقط بنقدر نستلم بيها بند الالموتال في البيت بتاعنا. اتمنى اكون افدتكم، ولو عندك اي اسئله او اي استفسار في اي بند من البنود واحنا نسينا نقولها ونتكلم فيها، تقدر تسيبه لنا في الكومنتات وهنتكلم عليها او هنرد عليكم في الكومنتات. اشوفكم على خير.